بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد معاكم محمد الإنباري. النهاردة الفيديو ده هينقسم لقسمين. القسم الأول بنتكلم فيه عن الأجهزة الضعيفة اللي موجودة في السوق اللي ممكن تشتريها وتحقق معاك الحد الأدنى من المتطلبات. هل يا ترى ممكن أشتريه كجهاز ثانوي أو حتى كجهاز أساسي لو أنا استخداماتي بسيطة جدا؟ الجزء التاني بيتكلم عن تغير السوق المصري خلال السنتين الأخرى، وخصوصا الفترة الأخيرة بعد ارتفاع سعر الدولار والغلو الفاحش اللي حصل في أسعار الموبايلات. وهل ممكن السوق المصري يتحول لفكرة المستعمل ولا لسه الناس بتشتري جديد زي زمان؟ الجزء الأول بنتكلم فيه عن جهاز تقريبا متوسط سعره في السوق المصري مستعمل من 750 جنيه، ممكن تلاقي لو حالته مش كويسة لغاية 1500 مثلا، يعني حوالي 20-30 دولار. طبعا أرقام قليلة جدا، بس كمستعمل ممكن الواحد يبقى عايز يجيب حاجة مثلا مش معاه مبلغ النهاردة عشان تشتري جهاز كويس مش أقل من 10,000 جنيه. فمش كل واحد ممكن يقدر يدفع 10,000 جنيه. ممكن واحد عايز حاجات بسيطة جدا، يدخل على الفيس، يبعت واتساب، يصور بكاميرا حتى لو أي جودة صورة مش فارق مع الجودة كتير. فهل يا ترى لو أنا هعمل لو هشتري جهاز بالفكر ده هيقضي معايا الغرض ولا لأ؟ احنا معانا النهاردة جهازين. الجهاز الأول جهاز G5 برايم، جهاز أقل من المتوسط بأرقام النهاردة ضعيف جدا يعني، بس بأرقام زمان كان جهاز متوسط. جهاز نزل في 2017 تقريبا، أول 2017. إمكانياته تقريبا مفيش إمكانيات، بس يعني ممكن نقول الحد الأدنى. بنتكلم على جهاز 2 جيجا رام، 16 جيجا ذاكرة، معالج اكزينوس. يعني نتكلم في حاجات ضعيفة جدا، بس بالنسبة لمعظم الاستخدامات اللي هي بتتكلم عن الحاجات البيزك قوي ممكن يقضي الغرض. هنشوف دلوقتي. يعني بالنسبة لي أنا شايف إنه الشاشة صغيرة جدا. العيب الكبير اللي ممكن يكون مأثر بالنسبة لأغلب الناس وبالنسبة لي أنا برضو ممكن يمنعني إن أنا أستخدم ده كجهاز أساسي أو حتى ثانوي، موضوع البطارية. البطارية بتاعته 2800 تقريبا، 2800 ملي أمبير بالهاور. ممكن معظم الناس تبقى مقضي معاها لو هو استخداماته بسيطة، بس بالنسبة لاستخدامي أنا ممكن البطارية 4 أو 5000 ما توفيش معايا كمان. فاحنا بنتكلم هنا الجهاز ده ممكن يبقى مناسب جدا وكويس جدا بس لفئة معينة من الناس، اللي هي بتقول ألو بالمعنى البلدي، يعني اللي هو بيتكلم في التليفون، فيس استخدامات بسيطة، واتس رسائل بسيطة، ممكن يكون بيدخل على الإنترنت استخدامات بسيطة جدا، ممكن يكون بيلعب عليه جيمز بس برضه مش هيشغل يعني بابجي ولا أعلى الألعاب. ده يعني ألعاب بسيطة، صابوي، معرفش إيه، حاجات بسيطة أو حاجات متوسطة ممكن يقضي الغرض جدا. غير كده يعني لو حتى الكاميرا، لا هو الكاميرا بتاعته كويسة، 13 ميجا بكسل، مش وحشة بس مش أحسن حاجة برضو. لو احنا اتكلمنا بأرقام 2024 لا هو الجهاز سيء، بس احنا بنتكلم كجهاز ثانوي أو جهاز هيلبي الاحتياجات الأساسية. لا الجهاز ممتاز جدا للفئة دي من الناس اللي عايز جهاز بيعمل الحد الأدنى من المتطلبات. يعني احنا بنتكلم في الكاميرا بتاعته، كاميرا جيدة، كاميرا أمامية برضو جيدة معقولة، مش أحسن حاجة في الدنيا، بس شايف إن هي تقضي الغرض اللي هي معمولة عشانه أو للفئة دي من الناس اللي هو عايز جهاز ب20 دولار تقريبا 1000 جنيه مصري. أنا ببيعه مستعمل. الجهاز ده كان جاي لي غيرنا له شاشة وبنبيعه دلوقتي بحدود 1000 جنيه.
لا جهاز كويس يعني، مش سيء خالص بالنسبة للحد الأدنى للسعر ده. يعني النهاردة ال1000 جنيه ممكن تجيب جهاز زراير، نوكيا زراير النهاردة ممكن في أجهزة بتتعدى ال1000 جنيه. فده جهاز هيعمل معانا كل المطلوب منه زيادة بالنسبة للحاجات المتطلبات الأساسية. في كاميرا معقولة، في إنترنت سريع نسبيا، فيسبوك، واتساب، يوتيوب. أندرويد بتاعه بنتكلم على أندرويد 8، مش أحدث حاجة طبعا، احنا وصلنا أندرويد 14 دلوقتي، بس أقصد إنه أندرويد 8 هيلبي الاحتياجات الأساسية لمعظم الناس. هيعمل كل حاجة يعني، مفيش برنامج واقف على أندرويد 8. يعني يمكن الناس عارفة إنه مؤخرا شركة جوجل وقفت اليوتيوب مثلا على أجهزة أندرويد 5 وما قبل يعني. وواتساب برضو وقفت شركة ميتا يعني اللي هي الفيسبوك وقفت الواتساب على الأجهزة الأندرويد قبل أندرويد 5. فلو واحد هيجيب جهاز في الفكر ده هيعاني من هذه المشكلة، يعني إنه في برامج أصلا مش هتشتغل عليه خلاص. طبعا تحديثات البرامج للأجهزة دي كلها وقفت يعني. بس احنا لو بنتكلم على الاحتياجات الأساسية اللي احنا قلنا عليها، اللي هو واحد عايز جهاز ما بيعملش أحسن حاجة بس بيعمل كل حاجة بصورة بدائية أو بصورة بسيطة. هيصور معاه كويس جدا، هيفتح الكاميرا هيصور معاه كاميرا أمامية كاميرا خلفية. في اوبشن معقول، كاميرا 13 ميجا بكسل والأمامية تقريبا 5 ميجا بكسل. الذاكرة الأساسية بتاعته 16، طبعا مش كفاية أبدا لأي حاجة، بس كفاية إن هو يحط مثلا فيس وواتس وينزل البرامج الأساسية. ممكن بعد كده كمان في مكان لكارت الميموري وفي مكان لشريحتين. يعني احنا بنتكلم برضو في فئة جهاز مفيش حاجة بالسعر ده النهاردة. وهنتكلم في الجزء الثاني من الفيديو ليه الأرقام دي ما بقتش متاحة النهاردة، نجيب جهاز مستعمل ب1000 ولا ب1500 حتى. يعني هو جهاز شوية خرابيش بسيطة من الظهر أو من الجناب. ما عدا ذلك الجهاز حالته كويسة جدا. يعني هو يمكن العيب اللي أنا شايفه في رأيي يعني اللي ممكن يبقى بالنسبة لي أنا موضوع البطارية بتاعته مش أحسن حاجة في الدنيا. يعني لو واحد استخدامه هيفي يعني أو تقيل يعني أو مستخدم قوي للجهاز للمحمول يعني مش هيصمد معاه اليوم أبدا، مش هيصمد معاه حتى نص يوم. بس لو الاستخدام العادي الطبيعي اللي هو واحد بيفتح النت ساعة مثلا وبعدين يكلم في الموبايل 3-4 مكالمات حاجات كده هيكمل مع اليوم يعني. بس هو بشكل عام جهاز بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه متقدمه بارقام 2024، جهاز اقل من العادي. لكن احنا بنتكلم على الاسعار والتغير اللي حصل في السوق المصري، جهاز ممتاز. ده اول جهاز ممكن نتكلم عنه. الجهاز الثاني جهاز اقل شويه، احنا لو بنتكلم على برضو جهاز 600 جنيه تقريبا متوسط سعره النهارده في السوق المصري. جراند برايم G530 اندرويد 5. ده بقى من الاجهزه اللي وقفت عليها اليوتيوب. الواتساب ما زال شغال عليه لغايه النهارده، بس في حاجه اسمها بانسد بيشتغل عليه زي اليوتيوب الاساسي، وافضل انه يمنع الاعلانات او ما الى ذلك. فده لو حد برضه بيفكر في جهاز متدني جدا بقى معهوش فلوس يعني 500-600 جنيه ممكن يجيب جهاز زي كده هيقضي برضه معاه الغرض. في كاميرا، في اتصال، في واتساب، في فيس. يعني بنتكلم برضو على انه جهاز شاشة صغيرة جدا، شاشة 5 بوصة تقريبا 840 مش ده 720 بكسل. فالشاشة كويسة رغم ان حجمها صغير، بس ده الجودة بتاعت الالوان بتاعتها TFT IPS. فبالنسبة لمعظم المستخدمين يعني ممكن يبقى لو انه بيستخدم جهاز مثلا متوسط، مش هنتكلم يعني جهاز من فئة مثلا سامسونج A71 A72 او جهاز رينو 6 رينو 8، لو استخدم الاجهزه دي ممكن يرميهم في الزباله يعني. انما لو واحد بيستخدم اجهزه لاول مره او يعني كجهاز ثانوي
أظن الأجهزة دي ممكن تقضي معاها الغرض وزيادة، بس مع استثناء موضوع البطارية، لأنه برضه البطارية بتاعتهم عموما يعني أجهزة سامسونج القديمة كلها البطارية بتاعتها مش قد كده. هما تلافوا الأمر دوت في الأجهزة الحديثة، لكن الأمر ده مازال برضه لو واحد حاليا جه يستخدم جهاز من الأجهزة القديمة يحس المشكلة في البطارية، يعني مش أحسن حاجة في الدنيا، هيبقى محتاج يشحن الجهاز مرة أو مرتين في اليوم. بس ده الجزء الأولاني، ونتكلم بقى في الجزء التاني عن ليه إنه الأسعار النهاردة 1000 جنيه و1500 جنيه ما بقوش يجيبوا حاجة، ولغاية 10000 جنيه ممكن ما تجيبش جهاز كويس لو أنت بتشتري جديد يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء الثاني من الفيديو هنتكلم إنه ليه الأسعار اختلفت أوي خلال الفترة الأخيرة. يعني كان ممكن من 3 سنين تقريبا ممكن تشتري جهاز ب2000 جنيه جديد، 2000-3000 جنيه تشتري جهاز بيحقق الحد المتوسط من الاستخدام. فجأة لقينا إنه أقل جهاز ممكن تشتريه النهاردة ب5-6000 جنيه، جهاز عادي جدا، ممكن 4 جيجا رام، يعني 64 ذاكرة. وعشان تشتري النهاردة جهاز كويس يعني من 10000 جنيه وانت طالع. ايه اللي حصل؟ يعني ايه الفجوة اللي حصلت فجأة كده انه الحاجة اتضاعفت تقريبا 3 أضعاف خلال 3 سنين أو 4 أضعاف كمان؟ اللي حصل انه يعني في مشكلة اقتصادية متعلقة بأبعاد سياسية وأبعاد إنه الحرب اللي بتحصل في أوكرانيا والحرب اللي بتحصل في فلسطين، ربنا ينصرهم إن شاء الله على أعدائهم وأعدائنا. بقى مع طبعا مشاكل متعلقة بسوء أداء الحكومة يعني أو النظام الاقتصادي اللي حاصل في البلد، مع شوية جشع تجار، مع فكرة إنه العملة بتاعتنا مبقاش ليها قيمة أوي. يعني فكرة إحنا لسه بنتكلم إنه 10,000 جنيه دول اللي هم تقريبا $200. 10,000 جنيه اللي هو مبلغ كبير بالنسبة لأي مواطن مصري. مفيش حد النهاردة، معظم الناس بتقبض 3-4,000 جنيه 5,000 جنيه عشان يجيب موبايل النهاردة عادي، ممكن أو موبايل معقول يعني ممكن يشتغل 2-3 عشان يعرف يجيب، بينما كان من 2-3 انت ممكن تشتغل شهر واحد وتجيب او يعني تتحصل على مبلغ ممكن تجيبه من شهر واحد استخدام او شغل يعني. فطبعا الموضوع بقى صعب جدا بالنسبة لمعظم الناس، مما أثر بقى على السوق المصري بشكل كبير قوي. مؤخرا احنا بقينا نشوف سوق المستعمل. الناس كانت زمان بتقول لا مستعمل ما اشتريش مستعمل، يعني مستعمل يعني جهاز فيه مشاكل، يعني هو ما زال المستعمل مش أفضل خيار ممكن، لكنه أفضل خيار متاح للمستخدم أو للسوق المصري حاليا. ممكن تشتري النهاردة جهاز يعني في رينج 3 أو 4000 جنيه 5000 جنيه بيحقق لك كل المطلوب منه زيادة. يعني النهاردة مثلا جهاز زي مثلا رينو 5 مثلا في حدود 5000 جنيه، رينو 6 في حدود 7,000 جنيه. أجهزة زي A12 يعني أجهزة دي ضعيفة أو متوسطة ممكن ب2500 وب3000 تشتري جهاز 464 أو حتى 428 ممكن في رينج 3000-3500 تشتري جهاز كويس جدا، كسر زيرو، مفيش فيه شغل أو فيه مشاكل كتير. ممكن أكتر من كده شوية لو أنت عايز حاجة أعلى، ممكن تقل عن كده زي ما احنا استعرضنا في الجزء الأولاني. الأجهزة دي يعني احنا بنتكلم برضو في أجهزة ضعيفة، بنتكلم في أجهزة في رينج من 500-1000. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي ممكن نستعرض الفئة الأعلى شوية من 1000-1500 اللي ممكن نشتريه في الرينج ده. الفيديو اللي بعديه ممكن نتكلم على من 1500-2000 وهكذا. يعني لو انت بتفكر تدور في المستعمل او طبعا معظم الناس دلوقتي بقى يفكروا في الموضوع ده نتيجة انه الظروف الاقتصادية اللي احنا حكينا عنها ديت. بس وان شاء الله يعني نتكلم باستفاضة اكتر عن تغير الاسعار. يعني النهارده الدولار تقريبا كان واصل 62-63 في السوق السوداء. يعني انا واحد من الناس بشتغل فني صيانة، مهندس صيانة محمول.
الموضوع مأثر جدا عليا من ناحية إنه أنت مثلا عايز تجيب جهاز تبيعه، الناس الجديد مبقاش بيشتغل زي الأول، الناس بتشتغل الجديد يعني قليل جدا اللي بيشتري جديد حاليا. وهكذا برضه الصيانة، انت كنت ممكن تعمل صيانة مثلا، يعني لو هتركب شاشة ب500 جنيه مثلا لجهاز كويس، النهاردة نفس الشاشة دي من شهور بس كانت ب500 جنيه، النهاردة وصلت 700 و800 و1000. فطبعا برضو حتى الصيانة الموضوع بقى أصعب شوية بالنسبة لبعض الناس، بس يعني أدينا الحمد لله بنحاول، والناس متقبلة الأمر، يعني إنه الغلو على الجميع، يعني مش علينا إحنا بس، مش إحنا اللي مغلين يعني، أو إحنا السبب في الغلو. فالأمور ماشية الحمد لله. بس وأي استفسار أي حد عايز يعرف أي حاجة يكتب لنا في التعليقات، إن شاء الله نرد عليه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.